بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتكم هنا في قنصلية ميلانو جايين لا مش قنصلية ميلانو، قنصلية مصر في ميلانو. قنصلية مصر في ميلانو، جمهورية العربية في ميلانو. إيطاليا. أيوة. اوكي، يعني معترفين بجمهورية مصر العربية. طبعا. اوكي. حضراتكم جيتوا النهارده لتأييد الدستور، بنعم او لا الاستفتاء على الدستور؟ ايوه اسمه استفتاء ومش ماشي، مش عارف. احنا نقول لك بقى احنا بنأيد ولا ما بنأيدش. حضرتك ممكن تقول لي صوتت بايه؟ انا صوتت بنعمين، مش بنعم واحدة، بنعمين. طب ايه الاسباب اللي خلتك صوتت بنعم؟ الاسباب ان ده دستور، طبعا انا قريت الدستور الحمد لله كله وطلعت عليه، وكنت متابع اللجنه التاسيسيه وهي بتناقش الدستور على مدى خمس شهور ونص او حوالي 6 شهور، وعاوز اكد للناس كلها ان الدستور ما اتسلقش في 19 ساعه زي ما هم بيقولوا، ولكن دي كانت جلسه للتصويت على الدستور واتعمل في 19 ساعه. بنسجل بس وقت وانا بشكر المستشار حسام الغرياني وكل اللجنه التاسيسيه اللي ساهمت في اعداد دستور ان شاء الله ستفخر به الاجيال القادمه، وان شاء الله الدستور دوت هيكون فخر لكل المصريين قدام العالم العربي المتحضر الديمقراطي ان شاء الله. ده حضرتك قلت ان الدستور كويس، حضرتك قريته؟ طبعا قريته، طبعا بقول لك انا قريته بالكامل، وتابعت كمان مناقشاته على مدى 6 شهور، مش قريته بس في المحصله النهائيه بتاعته، انا تابعت المناقشات اللي كانت بتتعمل كمان على مدى 6 شهور، عايز اكد على حته 6 شهور دي. بناء على ايه قلت ان الدستور كويس؟ هل حضرتك قريت بعض الدساتير لدول تانية؟ طبعا، لان احنا دلوقتي عايشين في دوله يعتبر عايشين في دوله في اوروبا، واوروبا دول كتير فيها ديمقراطيه وعارفين الدستور، وانا على فكره راجل معايا الجنسيه الايطاليه، وكان لما جم يدوني الجنسيه الايطاليه كمان ادوني دستور ايطالي عشان خاطر اطلع عليه، وانت كمان، ونعرف مش كمان يعني مش لازم الدساتير كماده، ولكن نعرف الدستور من طابع القوانين اللي مطبقه في البلد والتعاملات اللي بيتعاملوا بيها مع الشعب بتاع البلد اللي عايشين فيها، ففاهمين الدستور مكتوب ازاي هنا. يعني حضرتك قريت دستور ايطاليا؟ طبعا. الدستور ايطاليا الماده في ماده بتقول ان كل مواطن بيوجد على التراب الايطالي هو مواطن. ايوه. فهل الكلاندستيني هم موجودين على المهاجرين الغير شرعيين؟ ايوه. هم موجودين على التراب الايطالي، تمام. لكن لا يتمتعوا بحق المواطنه. يعني هو بند موقوف في الدستور الايطالي. ايه رايك في البند ده؟ انت حضرتك جاي تسالني على الدستور المصري ولا الدستور لا حضرتك انا بديك يعني مثل في ماده من المواد. ما هو لو حضرتك طلعت على دستور 71 كان في مواد تنعم بالحريه والديمقراطيه، ولكن كانت مواد معطله، فمش شرط ان الكلام اللي مكتوب في الدستور الايطالي هم من حقهم يطبقوه او ما يطبقوهوش، احنا ما ديت مش لا علاقه بالدستور الايطالي بالدستور المصري. حضرتك نرجع ومش هنتكلم في اي دستور دوله ثانيه، ونتكلم في الدستور المصري الجديد. حضرتك الدستور المصري في كام بند مش محطوطين فيه، يعني مثلا عدم تأجير قناة السويس في الدستور بتاع 71 لا يجوز للدولة المصرية تأجير قناة السويس. ايه رأيك في البند ده؟ وهل يجوز طب معلش يا محمود، ممكن تعيد السؤال تاني؟ لا انا هرد عليك لا استنى عشان انا ما فهمتش السؤال. ممكن تعيد السؤال تاني وعيد صياغته كمان عشان انت اخطأت في صياغته. لا يجوز للدولة المصرية تأجير قناة السويس. ده الكلام ده فين؟ في الدستور بتاع 71. يعني مش مكتوب في الدستور الجديد. طب انا اقول لحضرتك حاجه كمان. اتفضل. مش مكتوب في دستور 71 ان لا يجوز تأجير الاهرامات في الدستور، ولا يجوز تأجير تمثال رمسيس في الدستور 71، ولا يجوز تأجير سينا، ولا يجوز تأجير محافظه البحيره. ايه يعني ايه لا يجوز تأجير قناه السويس؟ طب حضرتك في تخوف. هل في احتمال وارد ان قناه السويس تؤجر اصلا عشان نكتبها في الدستور؟ حضرتك في اشاعات بتقول ان قطر عرضت على الرئيس المصري ان هي تستأجر قناة السويس. ايه رأيك في العرض ده؟ حضرتك يعني انا مش هرد عليك. هل تبدأ الدول على الاشاعات؟ انا هقول لحضرتك حاجه، انا مش هرد عليك لان انت قلت في اشاعه، وما دام في اشاعه يبقى هل تبدأ الدول على الرد اصلا يعني. اوكي، حضرتك في بند من عدم تحديد سن الفتيات للزواج. ايه رايك في البند ده؟ هل ذكر في الدستور الايطالي؟ لا طبعا. هل ذكر في الدستور 71؟ لا اعتقد، بس لو احنا دلوقتي الرئيس وعد بدولة مدنية. انا هقول لحضرتك رأيي في الموضوع ده. اتفضل. هقول لحضرتك رأيي في الموضوع ده. دولة؟ الرئيس اول ما اتكلم وعد بدولة مدنية. دولة مدنية.
طيب جميل قوي. ايه في الدستور مبنيه على الشريعه الاسلاميه، يعني مفيش حد معترض على الشريعه الاسلاميه. انا بس لا انا بجاوب على سؤال. الفكره الماده الثانيه بتقول ان مبادئ الشريعه الاسلاميه هي مبادئ الشريعه الاسلاميه، ما بنقولش ما بتعتمد على الشريعه الاسلاميه. اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. لما في دستور قبل كده كانوا محددين سن الزواج، كانوا محددين ما اعتقدش 71. لكن انا بتكلم. لا انا هقول لك اتفضل. انه كانوا محددين سن الزواج، كانوا بيقولوا 16 سنه. تعال اوريك مش في الدستور، في القانون. في القانون الذي يستمد من الدستور. تعال اوريك مش هقول لك مئات او الاف، ملايين الحالات التي كانوا يتحايلوا فيها ويروحوا يسننوا البنت ويجوزوها قبل سن 16 سنه. لما الدستور هنا ما حددش سن الزواج، حتى جوه يا فندم يا اخي خفف على ناس كتير قوي ان هم يتحايلوا على القانون ويروحوا يسننوا البنت. عاوز تزوجها 16 سنه وانت اب عاوز تسمح بكده زواجها، عاوز تزوجها 30 سنه زواجها. ولكن عدم تحديد السن دوت مش معنى كده ان هو زي ما قلت ذكرت قبل كده اشاعات ان البنت تتجوز، وزي ما بيروجوا دلوقتي ان البنت تتجوز على 9 سنين. ده حضرتك في تخوف من السلفيين علشان بيتكلموا من حق البنت لو عندها 9 سنين ان هي تتجوز. فحضرتك ايه رايك في الكلام دون؟ من حق البنت، من حق اي اب يجوز بنته لو عمرها 9 سنين بناء على خطبه الرسول صلى الله عليه وسلم للسيده عائشه رضي الله عنها. كان سن غير، كان وقت غير الوقت، وارض غير الارض، وجو غير الجو، وكل بلد ليها ظروفها. انت تعرف ان في السويد بلد من البلاد البارده. حضرتك احنا كدوله، اتفضل بس انا هقول لك كملت السؤال بس. كملت السؤال. في السويد مثلا او الدول الاسكندنافيه كدول من الدول البارده، البنت بتبلغ في سن 16 و17 و18 سنه. اما البلاد الحاره ممكن البنت تنضج في سن 9 و10 سنين. في فرق كبير جدا. انا ما بتكلمش عن كده، انا بتكلم حضرتك ان الدوله المصريه من حقها فيها نسبه العنوسه عاليه، يعني ننشغل بجواز الكبار اللي هم عدوا 31 سنه بدل ما نفكر. لما انت عاوز تمنع جواز الصغار هتشتغل بجواز الكبار. بعض الولاد بيتجوزوا 14 سنه. بالظبط كده. طب حضرتكم ايه رايكم؟ لا يعني انت شايف، انا اسالك انا سؤال بقى، انت شايف ان ده الكلام دوت ينفع يذكر في دستور؟ لا انا يعني هل ينفع احنا كناس كده متحضرين ان احنا ننشغل بسن 9 سنين ولا 10 سنين اللي ليس له اساس من الصحه ومحطوط في الدساتير اللي بتتباع على حضرتك من حق احنا لا كدوله مصريه من حقها ان هي تحافظ. انت ايه رايك في الدستور يا محمود؟ انا رايي في الدستور المصري ان هو دستور غير توافقي، مش مبني على توافق من كل طوائف الشعب المصري. اللي هم ايه الطوائف ده؟ يعني ايه التوافق الاول بعد اذنك؟ يعني انسحاب فصيل مثل الازهر الشريف من الدستور المصري. هو الازهر انسحب؟ انسحب. انسحاب الكنيسه. الماده الثالثه اللي هم كاتبينها بايديهم. كل الاحزاب. انسحاب ممثلين كل الاحزاب. انا عايز اقول لك مش كل الاحزاب. غير كده دلوقتي في عندك معارضه. معلش هم اكمل كلامي. في معارضه شبه مليونيه امام الاتحاديه وفق ميدان التحرير ضد الدستور دوت. ليه ما نعملش توافق كشعب مصري؟ انت شفت على الرئيس المصري؟ شفت ميدان الرابعه الاسبوع اللي فات؟ من حق الاخوان المسلمين. انا عايز اسالك سؤال يا محمود. في رئيس جمهوريه اتفضل تقول له امشي بعد 4 اشهر؟ والله لو كان عنده قرارات غير صائبه مين اللي يقرر ان القرارات صائبه؟ حضرتك تسمح لي اسال والله الشعب اللي بيقرر. اساله بس سؤال بعد اذنك. انت مولود في ايطاليا؟ انا مش مولود في ايطاليا، انا مهاجر في ايطاليا. عايش بقالك قد ايه في ايطاليا؟ عندي دلوقتي 9 سنين في ايطاليا. 9 يعني تعرف القوانين كويس الايطاليه يعني تعرفها. يعني تعرف ان مفيش حاجه اسمها توافق في الديمقراطيه. الديمقراطيه تعتمد يا حبيبي يا استاذي العزيز على الاختلاف وعلى الصندوق الانتخابي وعلى الاغلبيه. اما كلمه توافق ديت كلمه بيخترعوها. معلش حضرتك انا متفق معلش ما تزعلش مني يعني. كلمه بيخترعوها عشان بيخترعوها المعارضه عشان خاطر استنى بس، عشان خاطر اللي ما يقدروش يكسبوه في الصندوق عاوزين يكسبوه على موائد الحوار. حضرتك دوله زي المكاسب السياسيه تؤخذ من الصندوق وليس على موائد الحوار. انا متفق والتوافق. انا متفق مع حضرتك. بس ما دام عايش في ايطاليا المفروض تعرف الكلام ده بقى. في دوله زي ايطاليا في توفير راتب شهري للفرد. ما تغيرش الكلام بس. اكمل كلام. مش في مثل بيقول لك اطبخه يا جاري يكلف يا سيدي. هجيب لك منين؟ نقدر
ان تقدر مين؟ هتجيب منين؟ ما احنا ما نقدرش ان احنا شعب فقير. هتقول لي انا عايز اعانه بطاله، حمدين بيقول انا عايز اعانه بطاله، هجيب اعانه بطاله منين يا محمود؟ هكمل السؤال. حمدين بيقول هجيب اعانه بطاله، امسكها وطلع لي اعانه بطاله. بنتي ديت اللي هي عايشه اللي مولوده في ايطاليا وعايشه في ايطاليا بقى لها 20 سنه، بتقول لك في مليون طلعوا معارضين من 90 مليون مصري، مليون لا يعبروا عن مليون. صحيح نحترمهم ونحترم رايهم، لكن الاغلبيه تعالى بص في الاغلبيه. حضرتك احنا 90 مليون لما تطلع مليونيه ولا 2 مليون ولا 3 دول برضو راي يحترم، ولكن دول يمثلوا الاقليه. محمود مش احنا قبلنا باللعبه نلعب اللعبه يا محمود؟ محمود مش احنا قبلنا نلعب اللعبه؟ حضرتك دلوقتي انت بتقول نلجا للصناديق، ازاي أيوه. تلجا للصناديق واحنا شعب فقير، شعب فيه نسبه الجهل ما تعدي 30%. زي الاسواني لما قال الجاهل مالوش حق التصويت. انا بس بعترض الامي مالوش حق التصويت. انا بعترض معاك مليون في المية على كلمه جاهل. انا ما قلتش جاهل، لا انت الامي شعب فقير وعندنا وجهل اميه. في فرق بين الجاهل جاهل والامي. الامي ممكن لا يعرف قراءه وكتابه، ورسول اللي علم البشريه كلها كان امي، لكن علمهم شديد القوه. مش مشكله، ما هو دلوقتي ما فيش حد فلك محمود، ما فيش حد فلك وما بيقراش ويكتب. بيسمع التلفزيون وبيتكلم مع الناس، مش معنى ان هو لا يقرا ولا يكتب ان هو يتقال عليه جاهل. حضرتك ايه رايك دلوقتي ان بيقولوا ان الاخوان بيأثروا على الشعب المصري بالسكر والزيت؟ فعلا انا خدت سكر وزيت. انت خدت بيل سكر وزيت ولا ضحك عليك؟ لا طبعا لازم. انا خدت السكر والزيت. الاخوان بقى لهم 80 سنه بيدوا الشعب المصري سكر وزيت. طب حضرتك ليه الشعب المصري ما اتقسمش حتى في عهد مبارك، متقسم دلوقتي في عهد الاخوان؟ لا الشعب المصري ما اتقسمش، الشعب المصري بقى فيه دلوقتي، وده دليل على الحريه دلوقتي. الشعب المصري ما كانش بيقدر يقول لا في عهد مبارك، لما اتاحت له قليل من الحريه قدر الناس المعارضه قدروا يطلعوا يقولوا لا، ودي حاجه صحيه جدا في الديمقراطيه، ان في ناس موافقين وناس معارضين. انا متفق معاك في الديمقراطيه، لكن لما الديمقراطيه تكون مبنيه والحريه، لما تكون ديمقراطيه يا سيدي الفاضل ما ينفعش ان احنا نبقى 90 مليون موافقين، هذه تبقى الديكتاتوريه، لان لو انت ميلت في كفه واحده يبقى في ديكتاتوريه، انما الديمقراطيه اساسها ان في ناس موافقين وناس معارضين. محمود انت قبلت تلعب اللعبه بالظبط. طب حضرتك يبقى لازم تقبل النتائج. مفيش حد قال لا للصندوق، لكن الصندوق لما انت توفر لا لما انت توفر بص اللي حضرتك بتدافع عنهم دول مين اللي انا بدافع عنهم؟ اللي هم المعارضين. انا مش بدافع عن المعارضين، انا بقول رايي كمصري. وانت كان من التيار المعارضين، انا مش اتهام. التيار المعارض دوت كان عاوز يخلي الشعب ما يوصلش للصندوق. انا هقول لحضرتك على حاجه، ليه بقى تقدر تقول لي ليه؟ انا انتخبت الدكتور. تقدر تقول لي ليه؟ هقول لك بس حاجه، انا انتخبت الدكتور محمد مرسي في الانتخابات، والراجل ده يعرف. كنا مع بعض لغايه الساعه 3 بالليل هنا. ودلوقتي انت بتأيد البرادعي. انا ما بأيدش البرادعي، انا بأيد شباب بلدي اللي هم طالعين واقفين ضد الاخوان المسلمين، اللي هم اقليه. محمود ممكن اقول لك ممكن اقول لك حاجه عشان لازم اقفل. محمود والاخوان اقليه. خلاص الايام بس معلش يا بيه، والاخوان اقليه وفي صندوق، واللي عايز ياخد الاخوان اهلا وسهلا، واللي عايز ياخد الدستور اهلا وسهلا، ولكن بالصندوق يا محمود. ان شاء الله بالصندوق. انما تضرب لا اضرب، احنا ما بنضربش. انت قاعد هنا بقالك 9 سنين في البلد دي ولا شفت ضرب؟ لا ولو انت اتكلمت كلمه انت شايف العربيه ده هيتعمل فيك ايه؟ صح يا محمود؟ حبايبي على فكره اصحابي. ايوه يبقى محمود ايه؟ صندوق، واللي ما يعجبوش الصندوق هنصندقه. على فكره هناخد منكم مجلس الشعب اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وقدم المشيئه. والسلام عليكم ورحمه الله. ابو عمر انا استاذنك وهقفل. السلام عليكم ورحمه الله.